السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو اسمك يا آدم علي؟ آدم علي. آدم علي، كم لك في السعودية أنت؟ أنا؟ أي نعم. أنا يمكن 1 سنة. سنة واحد؟ وش كنت؟ أيوة. وأنت كم سنة أنت؟ أنا 5 سنوات. 5 سنوات؟ وش تشتغل هنا؟ وش تشتغل؟ نجار. نجار؟ طيب 5 سنوات ما في إقامة، ما في شيء؟ ما في. طيب ما في خوف أول أنت؟ ما خوف إيش على إيش؟ على أساس إقامة، يعني لازم جواز سفر إنسان معك. كل إنسان ما ياخذ أي على إنسان ما يخالف، إنسان ما قلنا شيء، ما في خوف ولا ما في الحين مضاربة. يمسك شرطة ودي بلاد بس كذا بس. يعني إيش مشكلة؟ طيب الحين أي نفر أي واحد، أي إنسان يجي يدور رزق، صح أيوة. ولا لا؟ أيوة. لازم يشوف ترتيباته عشان أوراق يصير سليم، صح ولا لا؟ أيوة. ليش ما حاولت تدور كفيل، تاخذ ورقة أول؟ شوف أنا أول مرة أجي السعودية. أيوة. بعدين اشتغل 1 سنة 2 سنة، شيل فلوس، يمسك فلوس، بعدين أنا طلع إقامة. كم؟ بعدين إحنا خلاص. كيف تطلع إقامة طيب؟ أنا أول طلع فلوس ما في إقامة، ما في فلوس. طيب أنت كيف دخلت عن طريق الحدود ولا لا؟ أيوة صح. طيب كلكم دخلتوا عن طريق الحدود. أيوة. طيب أنت تعرف أن النظام لا دخلت عن طريق الحدود ما يعطوك إقامة؟ ما يعطوك إقامة. من هو خلمني. أنت تتكلم عن جوازات، ما يعطيك إقامة، ما في كفيل، صح ولا لا؟ أيوة. يعني لازم يرجع سفارة ويرجع، صح ولا لا؟ تعليمات زي كذا. أيوة. عشان بعدين تطلع ورقة. أيوة. طيب يعني ما في نفر يفكر يقول لازم أنا أجي طريقة صحيح عشان يطلع مرتاح، قلب مرتاح. إقامة. يعني هالحين مثلا تقدر تسافر وأنت ما معك إقامة؟ إيه سافر. تقدر تسافر، روح سفر على طول جوازات؟ إيه. ما يمسكوكم؟ لا يمسكوني ودي بلاد بس. كذا بس نظام سعودي.